في لعبة محدش يعرف هي كانت حقيقية ولا مجرد أسطورة اتألفت، بس اللي اتقال عنها يخوف بجد. اسمها بوليوبيوس، ظهرت في أمريكا سنة 1981 في أركيد صغير في ولاية أوريجون. اللعبة دي كانت مختلفة شوية، الجرافيك بتاعها غريب، الألوان بتتحرك بطريقة توجع الدماغ، والصوت مزعج ومريب. الناس اللي لعبوها قالوا انهم حسوا بصداع وغثيان ودوخة، وفي ناس قالوا انهم بدأوا يهلوسوا يشوفوا حاجة مش موجودة. في اللي صرخ جوه الأركيد، وفي اللي اختفوا بعدها بأيام ومحدش شافهم تاني. الأغرب ان بعد أسابيع قليلة اللعبة اختفت فجأة من كل الأماكن، كأنها عمرها ما كانت موجودة ولا كأن حد صممها أصلا. ناس كتير قالت ان دي كانت تجربة سرية من الحكومة الأمريكية بيجربوا بيها السيطرة على العقل، وناس تانية قالت انها لعبة ملعونة اتعملت عشان تأذي الناس. بس لحد النهاردة مفيش حد قدر يثبت اذا كانت بوليوبيوس حقيقية ولا مجرد كابوس اخترعوه الناس وتحول لأسطورة مرعبة. لو لقيت اللعبة دي في يوم من الأيام هتلعبها ولا هتهرب؟